مبروك على نادي النور. كلا اللاعبين من نادي النور وصل الى النهائي في سلاح الفويل رجال. اللاعب نادي القروص من نادي النور، اللاعب حسن اليوسف من نادي النور. يدير هذا اللقاء الحكم الدولي من دولة الكويت راشد الشمالي، حكم فيديو من دولة الإمارات الحكم الدولي مجد المنصوري، مساعد أول الحكم الدولي السعودي عبد الله بكويمد، مساعد ثاني الحكم السعودي خالد العويس. تمنياتنا لكم بالاستمتاع بهذه المباراة. إذا متابعينا الكرام نعود هنا في نهائي سلاح الشيش. الله فلوري، نهائي الخطير بين اللاعبين من سنابس من نادي النور. استاذ عبد العظيم عليوات حاضر اليوم، الرئيس الذي يحضر في هذه الأمسية الجميلة. بالتالي مبروك مبروك المليون والثلاثمائة يا عبد العظيم. الله اوه جميلة جميلة جدا، ضربات القلب. الله هذا هو حسن اليوسف ومهدي القروص. اللي يفوز نقول له مبروك، ما فيش خاسر في هذا اللقاء. هناك ايضا حقيقه سعيدين جدا مع الاستاذ فارس مخرجنا المتالق وكافه الاستاف المتواجد معنا في عربه النقل، اللي يعطونا كل صغيره وكبيره عن هذه البطوله والنقلات الجميله في هذه الامسيه الجميله من لعبه المبارزه هنا من بطوله الالعاب السعوديه. سعودي جيم. اليوم شاهدنا اللجنه الطبيه في اسعافات للاعبين الدكتور سليمان الحارثي والدكتور ماجد السليماني، فبالتالي ايضا حاضرين للمتابعه في هذه. اذا اول اللمسات. الله 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 جميل. اذا اول اللمسات تاتي لحسن اليوسف. يا سلام، حكم يعطي هنا استاذ طارق. هذه لمسه القروص، لمسه البريم، حكم راشد الشمالي. النتيجة تعادل 1-1. الآن بعد في لمسة نعم، في لمسة لحسن اليوسف. والله اللي يفوز نقول له مبروك. نعم. بس راح نشوف جمل تكتيكية جميلة جدا. القروص أو اليوسف. نعم. اليوسف ربما القروص عارف إنه راح يخسر، كان إنه اليوسف يتفوق في هذه الأمور، لأن اليوسف بطل، عنده ميداليات وعنده إنجازات على مستوى الخليج والعرب. الحين في الفاينل لغة الأرقام لا تنصف أحد. الميدان حمدان على قولتهم. هنا الملعب، الأداء الرجولي، الهجوم، التكتيكات، الجمل الفنية هي اللي ترجم النتيجة. إذا متابعي الكرام ما زلنا معكم هنا في هذه الأمسية الجميلة من بطولة الألعاب السعودية. كابتن نشاهد الآن ربط الحذاء، عطى الحكم، استأذن الحكم القروص يبدو لي. لأن الحذاء إذا كان خيط الحذاء مفكوك قد يؤدي إلى تعثر اللاعب ويطيح أو إصابته. شفنا اللعب الحين على البوديوم مرتفع فوق، فما نتمنى لأحد أنه يصاب.
إذا نعود معكم متابعي الكرام. إذا هنا لمسة سريعة تأتي. نعم. يبدو لي التعادل. أنا أتوقع أنه مهدي القروس يفوز كابتن. وأنت؟ والله أنا أشوف أنا معك لأن أشوف في لمسات سريعة وسريعة وجميلة. أوه دبل لمسة مشتركة، لكن الحكم راح يعطيها لمين؟ لليوسف. يرجع للفيديو. هناك المنصوري من دولة الإمارات العربية. إذا نهائي، أتينا لختام نهائي سلاح الشيش للرجال، والحكم اللي يقود النهائي راشد الشمالي من الكويت، والمنصوري من الإمارات. يعني نكهة خليجية حسب اللمسة لحسن يوسف. أوه مهدي التعادل. نعم. دقيقتين متبقية يا كابتن. اوه دبا التعادل. حسبها لحسن يوسف. ايضا هنا حسن يوسف يتفوق، يتقدم بالاتاك توش، وبالتالي يحصل على لمسة سريعة 6-4. اوه ايضا لمسة خطافية ايضا بطريقة نعم. الريبوس، طريقة البريم. نعم، من خلف هذه اللي يجيبها فنان. نعم، هذا كل هذه الحركات يتدربون عليها اللاعبين كثيرا في النادي مع مدربهم، ياخذون عليها دروس ويتعبون. فكل شيء نشوفه الآن في الملعب هذا بعمل دؤوب يعني. إذا حسن اليوسف ربما كابتن خلاص واثق. يبدو انه واثق حسن خلاص. اليوسف. نعم، لا ما نقول خلاص، لكن لأن في محاولات من بس أنا شايف إنه مهدي قاعد يحاول يقول لك أنا خلاص قبلت ألعب على ثالث ورابع، على ثاني، أخذ 300. أنا ما أشوف استسلام من مهدي، بالعكس. لاعب ذكي ضرب ومشى. لاعب ذكي. نعم، أخذ له لمسة وقال خليني أروح. صحيح. يعني شديد. أعتقد قبل الوقت. أعتقد إنه راح جولة واحدة. ما يبغى يتعبون. خلاص. نعم. 10 مقابل 6 نهائي جميل. هنا يليق حقيقة مثل ما شاهدنا بين فوزية وبين دانا، لكن هنا نشاهد بين القروس وبين اليوسف، وبالتالي لمسة لمهدي. برافو. من اللمسات معروف عن اللاعبين نادي النور منطقة سنابس، هذا الحكم الدولي منطقة سنابس كابتن، هم لهم هذه البطولة. نعم، من أفضل اللاعبين في نادي النور. نادي الهدى كابتن بعد كان بالسابق هو البطل. ما زال أيام فراس وشقيقة وأيام الناصري وأيام فؤاد الناصر. وينهم؟ ما شفناهم في موجودين، يمكن على مستوى أكبر، على أعمار أكبر. مع الكابتن فؤاد الناصري تكلمنا عن حسين الطويل أمس، حقق بطولة آسيا. حسين الطويل لاعب من نادي الهدى. وينه اليوم؟ ما بكرة اللعب إن شاء الله. بكرة غدا نلعب الأبين. نشوف نادي الهدى. نشوف نادي الهدى إن شاء الله. إذا 11 مقابل 9 فارق اللمستين لمصلحة حسن حسين اليوسف. مهدي القروس ربما يعاني. سلامات. الحكم يتأكد من سلامة الجهاز، وأيضا الجهاز الإلكتروني والسلك الإلكتروني اللي يوصل باللمسات وإعطاء الإشارات للجهاز الإلكتروني. يعني يتأكد. ربما يعاني، تعبان. وين المدرب؟ المدرب لم يتواجد. ليش؟ يقول لك ما أبغى أصير مع مهدي وأصير مع حسن، لأنه أنا مدرب الاثنين. صحيح. فبالتالي كل لاعب يعتمد على نفسه. ما راح أعطيكم، أنتم أعطيتكم في التمارين، واللي شاطر يفوز. عشان اللي يقولوا والله شايف كيف وقف مع القروس ولا وقف مع ابن اليوسف. تصرف سليم من المدرب القبقب عيسى. يشاهد من المدرجات. يعني 1,300,000 زين. نجاح. ذهبية سير عبد الله وفضية سير عبد الله. يعني إذا نقطة. والله يعود القروس كابتن.
والله القروس مثل ما كان في المواجهة الأخرى، يعني حقيقة القروس يقرص. قروس يلسع يقرص ما يعطي مجال. إذا الحكم يقول ما فيها شيء، لا تحسب نقاط. نادي النور يحقق ميداليتين اليوم في السلاح الشيش. إذا هنا جبل حسبها هنا ما في دبل، حسبها لحسن يوسف براد ريبوست، يعني ينهي. اوه مهدي يعود ينقض. والله مرة ثانية حسن يوسف براد ريبوست نفس الحركة. براد ريبوست كابتن، يعني رشاد القروس هو من ضرب، لكن الجهاز ربما لم ينصف القروس. لا يمكن خايف من القروس. إذا قربت النهاية خلاص، من يحقق الذهب؟ النور الذهب والفضة في لعبة سلاح الشيش فلوريل. إذا قبل الثلاث دقائق الأربع أو الثلاث دقائق 44 ثانية. أوه هذا مهدي، ربما يعود مهدي من المسافات البعيدة، لكن الحكم يقرر اللمسة. يا سلام يا القروس، ولكن ابن اليوسف موجود. 14 لحظة الآن المليون يا عبد العظيم، المليون. الله اوه برافو يا القروس. هنا يعود ربما بالمسافات البعيدة بلمسة التكتوش، وبالتالي لمسة جميلة، تحركات سريعة. يا سلام عليك يا ابن اليوسف. تفاعلت المدرجات بأن يحقق. يا سلام، جيب على عطيف، جيب على رئيس النادي. روح شوي، خذ يسار. لحظة هنا، يا سلام عليهم. والله جميل أن تحضر مثل هذه البطولات الجميلة وتشاهد المنافسات بأريحية. ابن اليوسف المليونير في هذه الأرضية. الله يستاهل حسن يوسف. مبروك لكل اللاعبين، كل من وصل إلى النهاية وربع النهاية نبارك لهم. كلهم فايزين، كل من شارك في هذه البطولة أنا أعتبره فائز. صراحة استمتعنا حضور هذا الريس. يدير هذا اللقاء الحكم الدولي من دولة البحرين محمد القطاع. حكم فيديو من دولة الإمارات الحكم الدولي
ماجد المنصوري. مساعد أول حكم الدولي السعودي فواز الحليفي. مساعد ثاني الحكم السعودي علي عسيري. إذا نعود معكم متابعي الكرام لنهاية سيدات في هذا النهائي. سلاح الإبي يلبي. الآن من تكون المليونيري؟ فوزية أم ندى؟ توقع مين كابتن؟ خلينا لا تعطيني إجابة دبلوماسية، قول لي من ياخذ الأول؟ أبطال بطلات هذه تفوز على الثانية. الله والله إجابة دبلوماسية. هو يعرف بس ما يبغى يقول، حتى ما يزعل منا الدكتور حازم ولا يزعل منا فارس الخيبري. لكن لو أسأل الخبير راح يقول لي، ما راح يجامل، يقول لي أقول لك هذه تفوز هذه تفوز. بعدين راح أقول لكم وإيش قال لي. إذا متابعين الكرام، هناك الحكم القطان الأنيق من مملكة البحرين. يسألوني عن البحرين، وين أهل المنامة؟ ليتهم يودوني. إذا هنا متابعين الكرام يبدأ الآن ويرفع الستار عن النهائي للسيدات. ومن تحقق المليون؟ الله، أستاذ طارق ما رضي يقول، لكن في واحد قال. إذا نتابع 3 دقائق في الجولة الأولى. جميلة لفوزية الخيبري. هل تحقق المليون لترافق اختها هناك؟ أناهي 1-0. تحريك الرجلين، ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. شوف الآن الحذر، كل الحذر من اللاعبات، لا تتسرعن بالهجوم بالاتاك ثم الندى. لعبتها ندى هي الحازم واسم على مسمى. شوف تتلاعب بعملية اللمسات ثم عملية الاتاك. لعبتها جميلة. نعم لعبة جميلة، ضغطت على اللعبة خيبري واستطاعت تاخذ منها لمسة بخطأ فني من اللاعبة فوزية. في عملية تهويش، أنا أنتظر من اللاعب يفتح لي هدف حتى أحقق الهدف قبله. يا لها من تكتيك. هذه هي الساحرة فوزية الخيبري. سحبتها ثم عملت الاتاك بعملية اللمس السريع. يا سلام عليك يا ندى حازم. هي تكون حازمة أيضا. شوف التشجيع ياتي هنا من الجماهير الحاضرة. خلي المشاهد يستمتع بالمباراة والتحركات الجميلة بين اللاعبتين. نشوف هناك بعض الحذر من اللاعبات. الحكم يترقب قد تحصل اللاعبات على انذار. نعم، لأن في لعب سلبي وسلبي واضح يعني. إذا اكتمل 60 ثانية سيحصل كل منهما على انذار. نعم. أعتقد راح يوقف. يجب كان أن يقف. كان الحكم ابن القطاني يوقف اللعب للبطاقات، لكن
لكن فوزية خلصتها في الوقت المناسب. التاك جميل. نعم جميل جدا من فوزية، اقتنصت الفرصة، قللت المسافة، شافت يد اللاعبة ندى خارج الهدف، حققت لها لمسة جميلة جدا كانت. انتهى الوقت. إذا 3 لمسات لفوزية مقابل لمستين لندى، وبالتالي الآن دقيقة. نعود متابعينا الكرام لمواصلة. نترككم مع لقطات مع الاستماع للمدربين. نعود معكم متابعي الكرام بعد ما انتهت الراحة بين الجولة الأولى. نعود للجولة الثانية بين فوزية وندى. نلاحظ كل لاعبة تحاول تلمس سيف اللاعب الثاني بضربات خفيفة، تتعرف على رد فعلها حتى تباغتها بحركة تستطيع منها تحقيق هدف. يسمونها ايش؟ دوبل. فبالتالي الدبل هنا موجود، وبالتالي شوف قرار الحكم ماذا يقول. هل يستمر فوزية بالتقدم؟ نتيجة 4-3. نعم. كثير من لاعبين البي ينسون ان الحذاء هدف، واحيانا يكون الهدف سهل لكن لا يلتفتون له. اتمنى نشوف لمسات في القدم راح تكون روعة. فوزية هي فارس بنت فارس الخيبري. إذا 5-3 تقترب فوزية. دقيقة 46 ثانية على نهاية الجولة الثانية. لعبتين دوبل أيضا. ما هي خسرانة شيء. ما هي خسرانة. 6-4. الفارق نفسه لمستين. الدبل موجود، ما يتغير شيء. فارق لمستين. الدبل دائما يكون لصالح اللاعب المتقدم، هو المستفيد اكبر منه. نعم. ايضا عارف 4 مرات على التوالي. الدبل ندى وفوزية. 8-6. حذاري يا ندى، إذا استمر الوضع على هكذا راح تخسرين. عليك بالانقضاض وتحريك الاتاك ثم عملية الرد سريع. برافو يا فوزية، استغلت التراجع ثم البيانات ثم اللمس بسرعة، فبالتالي يطلق عليها اتاك وبراد ريبوست. هذه من اللعبة فوزية. توسع الفارق إلى 3 لمسات. نعم. والله يا فوزية والله يا ندى، والله الوصول للنهائي بطولة، ترى بطولة اليوم، خاصة انكم اليوم يعني تصارعنا توصول الى المنصات التتويج وايضا المحافل الدولية. المرة الخامسة
نعم. دبل المرة الخامسة. 10-7 خلاص. هل تنتهي أو الجولة الثانية يحتاج؟ لا أتوقع في جولة ثانية. يعني في أكيد 50 ثانية. وش بتقول أستاذ طارق؟ ما زلت أنا صعب تكهن. يعجبني أستاذ طارق دائما دبلوماسي وحقيقة محلل جميل لاعب مميز. إذا هنا تنجح ندى لتقلل الفارق إلى لمستين بعدما كانت محاولة مستمرة على الأتاك. هجوم سريع. ما زلت أقول راح احتمال نشوف مفاجأة. والله أعلم. ما زالت ندى عابد عندها الاندفاع الكبير. وشاهد هنا ايضا حضور مميز هنا للسيدات يشجعنا هذه الامسيه الجميله. شوف تقدم ندى عابد يا دكتور، يعني 3 مرات تخطئ بهذه الحركه. يجب ان تنتبه للخطا، لان اخطات فعلا فيه 3 مرات. كل مره تهجم يعني ترجع يدها للخلف قليلا، وهذا يفقدها عمليه الاتاك. نعم. 11 مقابل 8. ليه؟ إذا تنتهي الجولة الثانية. دقيقة راحة كابتن. يعني ما شاهدناه من عملية التردد وعملية الاستمرارية من ندى عابد على الهجوم الأتاك، وبالتالي خسارة نقطة. نعم. أكثر من نقطة خسرت بنفس الحركة. خطأ 3 مرات ندى عابد، وفوزية استغلت هذا الخطأ، وباقي شفنا اللمسات كلها لعبت على الدبل دبل دبل. هذا يعطيها التميز الفوزية، واتمنى من ندى انها تصلح بعض الاخطاء. اذا اترككم مع اللقطات الجميله ثم نعود. انا راح اوكي بس حاليا لما تبقى في الجولة الثالثة والأخيرة. 3 دقائق فارق ال3 لمسات لفوزية الخيبري. لمسة جميلة من ندى تقلل الفارق، وبالتالي هي تعود باللمسات السريعة. الآن فوزية راح تهاجم. يعني شوف لاحظ الآن ندى هي تتقدم، وهناك بالمقابل أيضا دفاع. دبل 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 دبل. يعني ما الذي فعل؟ فارق نقطة لمستين. فارق لمستين مستمر معاهم. إذا مشى الدبل دبل خلاص خلصنا سريع. صحيح. ربما تدفع ثمن ندى عابد ابنة الدكتور واللاعب السابق من نادي الهلال حازم العابد. لاعب بطل يهز اللقب ثم يأتي بهذه البنت الصغيرة. الآن عملية الانتفاع ربما يربك شوي، لكن فوزية شوف هدوء ثبات كنترول. الله دبل دبل، هو الدبل. الله 13-11 ربما ينتهي كله دبل دبل. تبغى ماي يا حكم؟ اعطوها ماي، من حقها تطلب. هنا يطلب الدكتور يعطيهم العافية، اللجنة الطبية وأيضا النزول. هذه أيضا المتابعات السيدات. لبنى العمير أول لاعبة سعودية تشارك في الأولمبياد. وأيضا الأستاذ أحمد القضماني وعائلته أيضا حاضرين يتابعون هذه الأمسية الجميلة. حقيقة لما تشوف رؤساء الاتحادات وأيضا كبار الشخصيات يتابعون، وهناك أيضا أيضا هناك في 2016 لما كانت بطولة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل حققت ميدالية.
هي شاركت التأهل ريو دي جانيرو. التأهل للأولمبياد بحد ذاته بطولة. أنا كنت متواجد هناك حقيقة في ريو. نعم. كنت معلق، وبالتالي يشوف الصغير ويا أخوه يقول له بروح ألعب، يا توديني ألعب يا تجيب لي سيف. قال له راح أعطيك سيف بس تلعب لا، عشان لا تعور نفسك لأن لسه صغير، لما تكبر راح إذا هنا الدكتور حازم موجود يصور. الدكتور حازم موجود. هي لاعبة فوزية. صغيرة جميلة. الله باي باي I love you. الله باي باي. هذه اللمسات اللي تفرح الصغير. شوف والله مستانس. هذه قصوها يحطوها في السوشيال ميديا، لقطة الطفلة الصغيرة اللي كانت حاضرة. إذا ننتظر الآن توقيف اللعب ومن قبل طاقم التعقيب. حقيقة هذه الصغيرة هذه خليها جيبوها في الشاشة، حطوها على الشاشة، خليها تشوف نفسها موجودة. والله شكلها تشجع ندى عامر. وهذه أيضا ترسل في مواقع التواصل في السوشيال ميديا تقول لها الآن توقف اللعب وكل شيء موجود. والله اليوم كل سعيد جدا. شاهدوا هنا أيضا يراجعون الإحصائيات، يراجعون المجموع النقاط، يراجعون كل شيء. فشوف يا أستاذ طارق، يعني شوف لقطات جميلة على الجماهير، وأيضا هذه الملكة الأميرة. الله نعم، نشوف الفرح عليهم، سرورهم بالحضور هذه الفعالية. هذا أستاذ الرميحي مدير المنتخب، عادل الرميحي، وأيضا الأستاذ جاسم واسم الحسن أيضا الاتحاد السعودي. سلامات. شوف الآن لحظة الاسترخاء لفوزية الخيبري، تقول راح أحقق الذهب وأجيب الذهب مثل أختي هناك أناهي. اليوم نشاهد التغطية الإعلامية موجودة والحضور الإعلامي موجود حقيقة من الشباب اللي ينزلون في مواقع التواصل، سواء في اللجنة الأولمبية البارالمبية وأيضا في الوزارة وفي مواقع التواصل عبر كل الاتحادات، اللي يسعون حقيقة لإعطاء المعلومات ووصول المعلومة لكل أنحاء العالم عبر التغطية في مواقع التواصل في السوشيال ميديا. هذه هي اللاعبة ندى حازم عابد. ما زلنا معكم متابعينا الكرام. فوزية خيبري. كابتن، نترككم مع اللقطات الجميلة ثم نعود لكم متابعينا. مخرجنا فارس لك الكلمة واللقطات الجميلة حول هذا اللقاء.
إذا متابعينا الكرام نعود معكم بعدما راحة قليلة تعود ندى عابد ابنة الدكتور حازم عابد، وبالتالي أيضا فوزية ابنة فارس الخيبري اسم على مسمى، وأبوها كان أيضا لاعب وهي الآن لاعبة، وأيضا ندى كان أبوها لاعب وهي لاعبة الآن في سلاح الأبين لعبة المبارزة الحكم البحريني الدولي. إذا 13-11 نعود متابعينا الكرام بعد قسط من الراحة والتكتيك الجميل. الله الله بلمسة خفيفة بتكة خفيفة، وبالتالي هنا عملية الاتاك ثم عملية ايش؟ كونتر اتاك. ليش كابتن؟ لأن اللاعبة ما استطاعت توصل إلى الهدف. دبل 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 دبل، فبالتالي هي المركز الأول. فوزية ترافق شقيقتها ناهد بتحقيق الميدالية الذهبية. ألف مبروك لفوزية الخيبري، والله اسم على مسمى فوزية فارس وأنت فارسة. وأيضا مبروك للاعبة ندى حازم عابد المركز الثاني الميدالية الفضية. أداء جميل، وبالتالي اليوم الأب سعيد فارس الخيبري بتحقيق